السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل الجاتوه ده الجميل، 18 قطعة من الجاتوه ببيضة واحدة بس. نبدأ ان شاء الله على بركة الله. بس قبل ما نبدأ يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتراك في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. شفتي حتة الجاتوه طالعة ازاي؟ عالية وطرية وتحفة، يعني جاتوه بصوص الشوكولاتة جميل جدا. نبدأ إن شاء الله على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة إن شاء الله هنعمل الكوباية اللي هتشتغلي بيها كله مع بعضه. هنحط كوباية ونص من السكر، وكوباية ونص من اللبن. كمان هنحط كوباية من الزيت، والكوباية دي 150 ملي. يا ظرفين فانيليا يا معلقة حلوة كدهوت، وبيضاية واحدة. كمان هنحط معلقتين من الكاكاو، ده الكاكاو الاسباني الخام المر بدون سكر، هتجيبيه من اي حد بتاع مستلزمات الحلواني. هنحط معلقه من الخل، وهنضرب الخليط ده كويس جدا كده. بعد ما ضربناه هنجيب بقى المواد الجافه، اللي هي عباره عن كوبايتين ونص من الدقيق الابيض، طبعا منخول. ادي نخلت كوبايه، وهنحط كوبايه تانية ونص. ادي كوبايه ونص. كمان هنحط معلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الملح، وهننخلهم مع بعضيهم في البوله اللي هنشتغل فيها. طبعا وانت بتبدأي الشغل لازم تولعي الفرن عشان خاطر اول ما يخلص تحطيه في الفرن على طول. وكمان هتكوني مجهزه الصينيه اللي هتحطي فيها خليط الكيك. كده هنصب خليط الكيك كله مره واحده على المواد الجافه، وهتقلبيه كده اهوت تقليبه كويسه. حاولي تاخدي كل الدقيق اللي موجود هنا وهنا. بصي قوامه عامل ازاي، جميل قوي. كده خلصنا كل المكونات بتاعه الكيكه. هنحطها، دي الصينيه الوسطانيه بتاعه صواني، طقم الصواني ده كلنا عندنا طقم الصواني ده. دي الصينيه الوسطانيه. انا كان المفروض حاططها في الصينيه الكبيره عشان ما كنتش عايزه الارتفاع بتاعها عالي كده، كنت عايزه ارتفاع اقل شويه، بس طلعت برضو حلوه كده. بعد ما استوت طلعتها من الفرن وهسيبها لغايه لما تبرد خالص. بعد ما بردت خالص، ده تاني يوم اساسا، كانت في التلاجة، فانا سخنت كوبايه من اللبن غليتها عشان خاطر الكيكه كانت بارده من التلاجة. فانا غليت كوبايه اللبن وهحطها كده وتتشرب، واسيبها على جنب عبال ما اعمل صوص الشوكولاته اللي هتحط من فوق. صوص الشوكولاته هنحط له كوبايه من اللبن، وكوبايه من السكر، ومعلقتين كاكاو 3، وكمان هنحط فانيليا. لو عندك نسكافيه يا ريت تحطي له معلقه، هيبقى تحفه جدا، هيدي طعم جميل قوي. هتضربيه في الخلاط ضرب كويس لغايه لما السكر يدوب، وبعدين هنحط الزيت. يعني هنخلي خط السكر لما يدوب، وبعد كده هنحط الزيت. الزيت قد ايه؟ هيبقى نص كوبايه من الزيت. هنحطها وتنزل كده سرسوب، وخلي الخلاط شغال كده لغايه لما تتقل معاكي. تالت معاكي خير وبركه، ما تقلتش معاكي زودي شويه حبه بحبه صغيرين. بصي القوام بقى عامل ازاي والخلاط شغال. بصي القوام تقيل ازاي. بصي بقى لما نزلناها تقيله ازاي، عامله ازاي. تنزليها بالسباتشوله كلها
وتفرديها على على الكيكة. خلاص، هي كيكة سهلة جدا واقتصادية جدا وطعمها جميل جدا جدا جدا. يعني الصينية الصغيرة دي عملت لي تقريبا كده 18 قطعة من الجاتو شوكولاتة. هقصها على 3 طول، وبعدين في النص، والنص هقسمه، كل نص هقسمه على 3. اهي قسمتها النص، والنص هقسمه على دي 1 2 3، يعني كل نص 9، كلهم على بعضيها 18 قطعة. لو عملتيها في الصينية الأكبر هتبقى أحسن. بعدين زوقيها بقى أي حاجة، بكريم شانتيه، تعملي روزيتات، تعملي ده شيكابوم، أي حاجة أي حاجة عندك زوقيها بيها هتطلع حلوة. كده هنطلع حتة ندوقها قدامكم، جميلة قوي، طلعت جميلة قوي، تحفة قوي. لو عندك قهوة أو نسكافيه حطي في خليط الكاكاو، في خليط الشوكولاتة عفوا. كده خلص الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبك ونرضاكي واستحسانك. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.